ضيفتنا هلأ نجمة من الدرجة الأولى بنظر جمهورها العريض. أعطت الدراما المصرية من مخزونها الكثير من الأعمال اللي فاقت 120 عمل درامي، وأعطت المشاهد العربي الضحكة بكثير من الأعمال. بدي أطلب من الإعلامية كارين سلامة والصحافي محمد بركات يلي شرفنا خصيصاً من مصر للمشاركة بالمهرجان يتفضلوا على المسرح لتكريم ضيفتنا. مساء الخير لكل الجمهور الموجود معنا الليلة. مساء الخير للفنانين، الممثلين، المبدعين، الصحفيين والإعلاميين الموجودين. بدي وجه تحية أكيد لدكتور هراتش، بس كمان بدي وجه تحية لكل العاملين ولفريق العمل بتلفزيون LBC اللي اشتغل كتير وتعب كتير لتطلع هيدا الحفلة على شاشة مشرقة دايما من لبنان. أهلا وسهلا فيكم. مثابرة ومكافحة حتى التحدي، مجتهدة حتى الإبهار، ممثلة استحقت لقب الغول. هي غول فعلاً بعملية ابتلاع الشخصية اللي على الورق وتحويلها إلى شخصية واقعية. عبر السنوات ما اكتفت وما ارتوت، ولا تزال قادرة حتى اليوم العطاء والاستمرارية. مساء الخير جميعاً. أنا طبعاً في البداية بحب أشكر الدكتور هيراتش على المهرجان الكبير ده. تاني حاجة أنا بقدم لكم النهاردة نجمة كبيرة على قلبي، عزيز عليا، نجمة دخلت السينما المصرية في بدايتها في منتصف السبعينات تقريبا عن طريق المسلسلات الدينية. مين فينا ما يعرفش فوزية فراويلة في المال والبنون؟ مين فينا ما يعرفش أمال في العصيان؟ الفنانة الكبيرة العظيمة الممثلة فادية عبد الغني. ارمي بياضك. أبقى قادر؟ ارمي الماني، فضة. ايه الاخبار يا حلمي؟ الحمد لله ماضينا العقود. الف مبروك يا حلمي، ربنا يزيدك يا رب. خلاص يبقى احنا اولى بيها. احنا اولى بيها برضه؟ يعني نبيع دمنا مرتين وثلاثة واربعة، هيبقى ايه يا حبيبي؟ يا اختي ادعي يا ربنا ان ربنا يزحمه كمان وكمان. انا مش فاهمه، هو انتوا صغيرين ولا هيعمل لكم رضع؟ لا يخرب بيتك يا وليه يا ام عاطف، تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاحي. مساء الخير. المشوار كان طويل قوي. أنا بشكركم جميعاً، أهل لبنان، أهل الجمال، الشعب اللي كله حيوية ونشاط، الشعب اللي قد كده مفرح ومسعد للنفوس. أنا سعيدة جداً إن أنا معاكم النهاردة، وبقول لكم شكراً للبنان كلها وشعب لبنان. وبشكر بشكل خاص جدا دكتور راتش، الرجل العظيم بجد. اللمسة اللي عملها دي هي لمسة وطنية ولمسة إنسانية ولمسة إنسان مش بس بيحمل على كتفه مهمة الجمال بالمعنى العادي، ولكنه هو يحمل على أكتافه مسؤولية الجمال بالشكل العام، الشكل الكبير قوي المتسع، جمال الأخلاق والذوق والرقي والتعامل الشيك، وقد كده الكرم بجد. وأنا بقول إن هو يحمل صفة الكرم الحاتي بجد. هو إنسان كريم جدا في كل شيء. أنا بشكرك وبشكر لبنان كلها، وسعيدة في إني معاكم الشعب الجميل.
شكرا جزيلا. ألف مبروك.